السلام عليكم. كلنا تابعنا اليومين اللي فاتوا الأزمة بتاعت ابن الشيخ محمد حسان، وناس كتيرة جدا شمتت فيه، وناس كتيرة خاضت في عرضه. اللي ما يعرفش الأزمة، ابن الشيخ محمد حسان اتقبض عليه، وبيقولوا في التحقيق أو في النيابة إن هو اتقبض عليه ومعاه مخدرات. هو دلوقتي في النيابة بيتحقق معاه، إن كان بريء هياخد براءة ويخرج، وإن كان مذنب هياخد عقوبته عادي جدا، والقانون ما بيفرقش بين حد. لكن في جملة واحدة أو في كام نقطة حابب أوضحها للناس اللي اصطادت في المية العكرة ومسكت الشيخ محمد حسان وخاضت في عرضه وشمتوا فيه شماتة غير طبيعية. الشيخ محمد حسان ده أنا مش هقولك إن أنت تدافع عن عرض أخيك المسلم، أنا هقولك إن لحوم العلماء مسمومة، ده لو أنت بتفهم. وفي كام نقطة تانية. النقطة التانية، هل الشيخ محمد حسان إيمانه بالله أو قوة إيمانه بالله وقربه من الله أفضل وأحب وأقوى من سيدنا نوح؟ مستحيل. سيدنا نوح مش نبي بس، سيدنا نوح من أولو العزم، من الأنبياء المقربون إلى الله. ابن سيدنا نوح عليه السلام لا كان مذنب ولا كان عمل معصية، ده كفر بالله. فهل سيدنا نوح كان قصر مع ابنه؟ لأ. طب ليه ماسكين الشيخ محمد حسان في ان انت دي التربية اللي انت ربيتها، امال بطالع بتنصح الناس بايه؟ هو عمل اللي عليه. هنا الابن اختار طريقه سواء بالخير او بالشر، بالكفر او بالايمان، الاب ملوش دعوة. للناس اللي خاضت في عرضه ومسكوه سلخ، يا جماعة الشيخ محمد حسان مش انا اللي هاجي ادافع عنه. الشيخ محمد حسان ده مش شيخنا واستاذنا وكلنا اتعلمنا انه الشيخ محمد حسان عنده اكتر من 40 سنة بيدعو الى الله، بقاله اكتر من 40 سنة دروس وخطب اسمه دوت بينصح الناس وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وبيفقه الناس في الدين، عالم من علمائنا ومن علماء المسلمين. فلما انت تقعد تتكلم عليه، انت المفروض اللي انت دلوقتي مش تصد عن عرض اخيك، انت ادعي له ان ربنا ينجيه من الازمه ديت. انت ما تعرفش احساس الاب يعني ايه لما يبقى بالذات في مكانته وعمل المستحيل عشان ابنه يطلع راجل صالح، ويلاقي ابنه عمل حاجه زي كده. والله اعلم هو عملها او ما عملهاش، هي لسه التحقيقات شغاله. انت حط نفسك مكانه، بل لما تدعي له وتقول ربنا يا رب يعني ينجيه من الازمه ديت ومن الابتلاء ده، او ادعي لنفسك تقول ربنا يعافيني وربنا يرزقني في ولاد الذريه الصالحه. مش تطلع تهاجمه. كل اللي هاجموه والله هم معروفين، حتى في الوسط المشهور او ايا كان معروفين ومعروف توجهاتهم. هم بيكرهوا كل ما هو ليه علاقه بالدين. وطبعا جات لهم فرصه سهله بقى ان دوت مش عارفين يمسكوا عليه اي حاجه، فابنه فامسكوا اشوطه. فيا ريت، يا ريت بجد نعرف اقدار الناس، نعرف أقدار الناس ونديهم قيمتهم صح. محدش بيقلهه. لكن الشيخ محمد حسان جيل التمانينات والتسعينات والألفينات ده علم أجيال، أجيال كاملة. في ناس كتيرة تابت جدا على إيده. حتة إن ابنه غلط أو ما غلطش، إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لكن الشيخ نفسه ماله؟ يا جماعة بلاش نخوض في أعراض الناس، فما بالك بأعراض العلماء. لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة. فربنا يا رب ينجي الشيخ محمد حسان من الابتلاء ده، وينجي كل علمائنا. ويا رب، اللهم يا رب نجي كل علمائنا من كل الكلام المسموم بتاع كل الناس اللي بتكره كل ما هو ليه علاقة بالدين، أو ربنا يهديهم بصراحة. ودايما بفكركم وفي كل المشاكل وفي كل الابتلاءات، وخاصة للحاجات الكبيرة، فلتقل خيرا أو لتصمت. سلام.